السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مروة من مطبخ مروة. والنهاردة هنعمل مع بعض الجلاش القمر ده، جلاش محشي سوداني بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وهتبقي أستاذة فيه، وازاي الحشوة ما تقعش مننا، وازاي تطلع الصوابع الجلاش تحفة كده ومقرمشة من بره، ويعني فيها نسبة طراوة من جوه جميلة جدا جدا، وطعم الحشوة نفسها خطير مع الجلاش. تعالوا نشوف طريقة الجلاش القمر ده عملناه ازاي وطريقته ايه. يلا بينا نشوف الطريقة. بس قبل ما نخش الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. بصي الجلاش مفرغ من جوه وجميل ازاي، وهش جدا وجميل وطعمه حلو قوي قوي قوي. يلا تعالي بقى نشوف الجلاش القمر ده عملناه ازاي. اول حاجة هنا معايا بقى السوداني اللي هنحشي بيه الجلاش ده، سوداني محمص ومتقشر كده. انا حطيته في الكبه او في المفرمه بقى بتاعتك. تقدري تعمليه حتى لو ما عندكيش كبه، تقدري تعمليه في المفرمه اللي بنفرم فيها السكر وكده. هحط بقى كده كميه السوداني أو زي ما احنا شايفين كده، وهبتدي بقى ايه افرمه في الكبه هنا. هفرمه فرم لدرجه ان السوداني يسمغ معايا، يبقى يعني ايه، يعني يلزق في بعضه كده. بس طبعا مش هنزود عن كده، عشان كده ممكن يفصل الزيت اللي فيه. احنا بس هنخليه يسمغ مع بعضه اهو. بصوا كده لسه شويه، هرجع تاني افرمه لغايه لما الاقيه لف كده في قلب الكبه. هعرف ان هو ايه سمغ، عشان لما نيجي نحشي بيه الجلاش ملاقوش وقع واتفرط كده في قلب الصبع الجلاش، لاني مش هنحط اي حاجه معاه، هنحط سوداني بس. دوت نص كيلو سوداني، يعني بقى منه حاجات بسيطه كده، يعني بقى منه مثلا النص كيلو ربعه مثلا. يعني اخدنا ربع وتمن اهو زي ما احنا شايفين اهو. بص السوداني بقى سمك في بعضه ازاي، تحسوه مسك في بعضه كده. خلاص كده يبقى تمام. هنفضيه في طبق بقى، وتعالوا نشتغل مع بعض ايه الجلاش زي ما احنا شايفين كده. فانا ايه فرمته تاني، لقيته لسه يعني مفرط شويه. بس بصوا لو احنا واخدين بالنا، بصوا لف حوالين بعضه ازاي، تحسوه بقى كتل كده. كده خلاص السوداني بتاعي سمغ معايا خلاص كده تمام. عندي لفة جلاش هنا، لفة طبعا طرية وتكون مش مقطعة يعني يستحب. وعندي سمنة سايحة، وهبتدي ايه ادهن كل ورقة جلاش كده دهنة بسيطة من السمنة اهو زي ما احنا شايفين كده. عندي السيخ اللي هو بتاع الشوي اللي بنصبع عليه الكفتة، او بنشوي عليه الكفتة، او ممكن عصاية شيش طاووق بس تكون تخينة شوية كده. يعني اي حاجة تقدري معلقة خشب تكون الايد بتاعتها رفيعة، يعني اي حاجة تقدري تلفي عليها الجلاش بتاعي. هاخد كده حبة بحبة سوداني، واعملهم كده الفهم يعني، امشيهم زي رول كده على ورقة الجلاش اهو. نعمل بيهم خط كده على ورقة الجلاش. بس كان المفروض الاول ان انا اتني ورقة الجلاش على ايه، على العصاية الاول، على السيخ يعني، وبعد كده ايه الف. فانا نسيت. فدلوقتي بصوا اعملها ازاي، بس هتبان في الخطوة الجاية، يعني الورقة الجاية هتبان فيها. مسحت بقى السوداني شويه كده، وتنيت الورقه وحطيت عليها السيخ بتاع الشوي كده، وفضلت الفها رول. وبعد ما لفيتها ضميت عليها كده بايدي، ورحت جايه ايه، دهنت طبعا الصينيه سمنه الاول، ورحت جايه مكشكشاها ومنزلاها من السيخ. بصوا بقى المره الجايه ديت اهي هتبين. جريت لكم الحته دي عشان تشوفوا بقى اهي. بصوا اول حاجه بعملها بحط السيخ وبتني عليه الورقه تانية بسيطه كده اهي. بصوا تنيتها كده. بعد ما تنيتها بقى احط السوداني على الحته المتنيه دي، عشان السيخ لما نيجي نطلعه ما نطلعوش في يعني ما يكونش اساسا ملامس السوداني نهائي، ما يكونش ليه اي علاقة بالسوداني، يكون هو اساسا السيخ محطوط على الورقة. هي دي بس كل الفكرة، عشان ما يعني واحنا بنطلعه ما يزحزحش معانا السوداني اساسا اهو. بصوا السوداني ماسك في بعضه ازاي يعني، وتحسوه متجانس كده مسمغ في بعضه، علشان واحنا بعد ما نحشي بيه يعني ما يقعش ايه مننا يعني. لكن لو مش مسمغ هيبقى مفرط كده. اما نيجي نقطع الجلاش هنلاقي السوداني مفرط، مش هينفع. بصوا اهو. بصوا بلفه ازاي اهي، سهل جدا. لفه عادي خالص خالص اهو. هي اول حته بس في اللفه بالراحه علشان ايه تبقى ماسكه. بصوا بتك عليه بايدي كده، بثبت بس الورقه كده، بمسك الحشوه في الجلاش نفسها وبكشكشه كده. بصوا بكشكشه كده اهو من الجناب وبطلعها. بصوا سهله ازاي اهي. الحته اللي هي اخر حاجه اللي قافله بتاعه الورقه هي اللي بتتحط في ارضيه الصينيه. نعمل واحده كمان. طريقتها سهله وبسيطه، وبتدي شكل حلو قوي للجلاش، وبتخليه شكله جميل قوي. بندهن كده ورقه الجلاش دهنه بسيطه اهي من السمنه. الدهنه دي طبعا مع لفه الرول بتاع الجلاش بتخلي ورق الجلاش من جوه مورق كده ومش مكتوم،
وما بتخليهوش يعني من جوه كده ما تيجي تاكليه تحسي انه هش جدا اهو. بصوا هاتني برضو تانية بسيطة اهي، مرة تاني اهي. وبعد كده هجيب السوداني اللي احنا هنحشي بيه واحطه كده على على الورقة اهو. سهل جدا مفهوش اي حاجة يعني، بجد بجد كان طعمه روعة بجد. للي بيحب يعني ممكن طبعا نستبدل السوداني دوت ببندق، بلوز، بعين جمل، بفستق، اي مكسرات تحبيها احشي بيها. عايزة تعمليه نفس الطريقة دي وسادة خالص من غير حشوات برضو هينفع ويبقى جميل جدا. ده كل الحاجات دي على حسب انتي ذوقك ايه واللي بتحبيه، وطبعا على حسب امكانياتك. طبعا السوداني كان اقل حاجة في اسعار المكسرات، فعشان كده انا عملت بيه يعني حشوة بسيطة وكله هيقدر ايه يعني يجيبه ان شاء الله بمنتهى السهولة، مع انه يعني ما بقاش رخيص برضو، ده بقى الكيلو ب100 جنيه. بصوا لفيته رول اهو زي ما انتوا شايفين. وبعد كده همسكه بصوا يعني يعني اعمله ايه، اثبته كده في قلب الجلاش نفسه. بصوا دي اتقطعت على فكرة، بس برضو اعملها عادي خالص. وبعد على فكرة اما استوت ما كانش فيه قطع ولا اي حاجة اهي. انا همسكها من هنا واطلعها اهي، بزقها كده وبحط برضو على الحتة اللي هي القفلة بتاعة الورقة، اخرة الورقة بحط عليها ايه، بحطها هي اللي في الصينية، من الحتة اللي هي اخر الرول، اللي هي القفلة بتاعة الرول هي اللي بتتحط في ارضية الصينية. هنعمل بقى كله بنفس الطريقة دي، هدهن الورقة وهدهن ورقة الجلاش على العصاية بتاعة السيخ ديت. وبعد كده ايه هبتدي الف اهو زي ما احنا شايفين كده. دهنت ورقة الجلاش وتنيتها كده على عصاية السيخ او الشيش اللي احنا نستخدمه، وبلف كده اهو. بعد كده بسمخها حلو جدا مع الجلاش وبعد كده برصها. بصوا شكله تحفة ازاي. هكملهم كلهم بقى بنفس الطريقة دي. بصوا بعد ما خلصتهم كلهم، في واحدة على السيخ اهي، بس بعد ما اقطع دول احطها اقطعها كده. شوفي بقى انت عايزة تقطعيها الحجم اللي انت عايزة تقطعيه، واقطعي ايه وخلي الصبع على قد ما انت عايزة. بنقطعها قبل ما ندهن الوش سمنة وقبل ما تخش الفرن عشان تبقى سهلة معايا. زي ما انتوا شايفين كده انا قطعتها كده، المقاس الصباع بتاع الجلاش كان حلو جدا. قطعتها كده وكان فاضل ورقة واحدة بس هقطعها برضو نفس التقطيعة كده. وخلاص كده مسخنة الفرن طبعا على درجة حرارة 220، اعلى درجة حرارة عندك في الفرن. وهحط طبعا دهنتها وشها سمنة حلو كده، وهحطها على الرف اللي في النص. هتقعد معايا حوالي 10 دقايق، يعني 10 دقايق ربع ساعة بكتيره. وبعد كده ايه طلعتها وهسقيها الشربات بتاعي اهو. الشربات طبعا بيكون تقيل وبارد، شربات تقيل وبارد اهو زي ما احنا شايفين كده. طريقة الجلاش سهلة وبسيطة جدا جدا. طريقة الشربات طبعا على القانا احنا عملناه مع بعض كذا مرة قبل كده. الشربات بيبقى لكل كوباية سكر، لكل كوبايتين سكر كوباية مية، ونسيبهم يغلوا. اول لما السكر يدوب ويغلوا بنعصر لهم عصرة ليمونة وبنسيبهم 8 دقايق بالظبط يغلوا. وبعد كده بنطفي عليهم النار، وبيكون دوت سمك الشربات اللي احنا عايزينه. ده للجلاش لحاجات كتير يعني، كل حاجة وليها ايه السمك بتاعها. خلاص كده كنت سقيت الجلاش خلاص بالشربات، وهسيبه بقى لما يبرد وبعد كده ايه نقدمه مع بعض. سبته بقى لما برد وقدمناه اهو مع بعض. يا رب يكون طريقتي عجبتكم، ويا رب يكون طريقة سهلة وبسيطة وتقدروا تجربوها.